السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من حلقات الشاف دور ديال كوكي كليب. ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه حتى دير واحد الديسير، كيجي واحد الديسير هائل ان شاء الله. الى الاعجاب ديالكم وتجربوه بثلاث مكونات فقط وبدون فرن. والى عجبتكم الحلقه ديال اليوم كما العاده ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. وكذلك ما تنساوش الحمله اللي دايرين ان نوصلوا قناه الشاف نور ديال كوكي او القناه ديالنا جميعا ل 100 الف مشترك. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نذكروها اللي هي المقادير. بالنسبه للمقادير غادي تحتاجوا سيتور الحليب، غادي تحتاجوا الكراميل اللي ما عندوش غادي يستعمل كراميل جاهز، وغادي تحتاجوا الفلان بدون نكهه. كنأكد انه يكون بدون نكهه. في كاسرونه نتوما كما كتشوفوا على نار هادئه درنا السيتور الحليب بهذا الشكل هذا. وغادي نزيد الكيس ديال الكريم كراميل بدون نكهه، او لا عفوا الفلان بهذا الشكل هذا. وغادي نحركو مزيان حتى يغلى. بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا السكر يمكن لهم يزيدوا السكر، انا غنكتفي غير بالحلاوه ديال الكراميل. بالنسبة لهنا أنا غنستعمل كراميل جاهز. الناس اللي عندهم كراميل جاهز يمكن لهم يذوبوا السكر تيولي كراميل ويستعملوه بهذا الشكل هذا، حتى هو كيجي رائع. صافي غادي ندير الكراميل ديالي بهذا الشكل هذا، يعني في القوالب اللي غادي اولا في الليمون اللي غادي نقدم فيهم الكراميل ديالي، او اللي غندير فيهم الكراميل باش يبرد. صافي وغادي نجيب الكريم كراميل ديالي او خليط الفلور بهذا الشكل هذا، وغادي نخويه بهذا الشكل هذا في دوك الكيسان او في دوك الجبانيات الصغار. غادي ندخلهم للثلاجة حتى يبردوا لمدة 30 دقيقة ونخرجوهم ونزعزعوهم بحال هذا الشكل هذا، او ندوزو سكين من الجناب ونخويهم بهذا الشكل هذا في الطباصل ديالنا، ونزينوهم باش ما بغينا. انا هنا زينتهم بحبات من الفخومبواز وكذلك ورق النعناع. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الحلقه ديال اليوم. والى نالت الاعجاب ديالكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. وكذلك ما تنساوش الحمله اللي دايرين اننا نوصلوا قناه الشاف نور ديال كوكي ل 100 الف مشترك. ان شاء الله تساعدوا معايا وتحققوا لي الحلم ديالي، هذه هي الرغبه ديالي ان شاء الله. والى حلقه مقبله بحول الله.